ناس الطمع عمى قلوبهم لدرجة إن أي حد بيقع تحت إيديهم ما بيسموش عليه وبيقدموه قربان، وكل ده عشان الفلوس. سحر الرصد واحد من أخطر الأعمال السفلية اللي البني آدم عرفها من أيام الحضارات القديمة، ودي مش المرة الأولى اللي هنتكلم فيها عن النوع ده من السحر. هنعمل فيديوهات أكتر عن الموضوع ده، وده بسبب إن الحوادث اللي بتحصل من ورا الموضوع ده كتير وما تتعدش. وعايز أقول لكم برضو إن على الرغم من التكنولوجيا والتقدم اللي احنا وصلنا له، إلا إن لما سيرته بتيجي العقول بتتغابى والطمع بيسيطر عليهم. المشكلة بقى إن القصص والحوادث في الموضوع ده من فظاعتها ممكن أصلا ما تصدقهاش، مش هتدخل دماغك أساسا. يعني هل ممكن يخطر في دماغك إن واحد يخلص على ابنه أو بنته عشان ياخد فلوس؟ وده لو خدها أساسا. وقبل ما أحكي لك عن اللي معانا النهاردة، تعالى في الأول أفكرك إيه هو سحر الرصد. سحر الرصد هو نوع من أنواع السحر الأسود، وبيجي شخص أو مندوب عن حضارة كاملة ويروح لواحد دجال ويخليه ياخد باله من المجوهرات والكنوز بتاعته، عن طريق إن هو يخلي حد يحميه. بس مش أي حد، لأ، ده حد من العالم السفلي، لحد لما يجي شخص من نسل نفس الراجل ويطلعه وبعدين يستخرجه. وعلى أساس ده بيجي الساحر أو الدجال ويقدم قربان لملك الجن عشان يبعت حد من عنده يحرس الكنوز دي، أيا كان بقى نوع القربان، إن كان طيور أو حيوانات أو حتى بشري، المهم إن المصلحة تتقضي. هتسأل دلوقتي وتقول طب ما يقدم أي قربان؟ هقولك إن على حسب القربان اللي بيتقدم على حسب قوة الجن اللي هيحرس الحاجة دي. لو كان حاجة صغيرة بيجيله حد ضعيف، ولو كان قدم حاجة كبيرة بيجيله حد كبير. بس في الحالتين لو في شخص جه وقدر يخدع الجن اللي موجود على المقبرة وياخد الكنوز دي، ساعتها ملك الجن بيؤمر اللي كان واقف عليها يخلص عليه. وعشان كده الجن اللي واقف يحرس الكنوز دي بيبقى واخد باله كويس جدا إن محدش يضحك عليه، فبيبقى عنده استعداد يخلص على أي حد يحاول يقرب من الكنوز. وعلى هذا الأساس بيفضل يحرس الكنوز دي سنين وسنين، يعني ممكن توصل ل3000 سنة، لحد ما يجي واحد ساحر أو دجال ويقولك بس أنا اللي هعرف أطلع الكنز ده وأعرف أفك الحماية اللي عليه وأفك الرصد. طب يا عم هتفك الرصد إزاي؟ يقولك أنا هروح لملك الجن اللي معين الجن ده، وهم قدم قربان أكبر بكتير من اللي الساحر الأولاني قدمه عشان يحرس الكنز، فبالتالي ممكن يفك السحر ده. فبيقدم إيه بقى؟ بيقدم أضحية بشرية، سواء كانت حد بكر أو حد صغير، طفل يعني. وفي الحالة دي ممكن ياخدوه، وخد بالك في الحالة دي بيكون الشخص ده أشرك بالله ومش مؤمن بيه أساسا. ومش شرط يقدم قربان واحد، يعني مش شرط تكون تضحية واحدة، ده ممكن يبقوا 2 و23 لحد ما ملك الجن يرضى عنه ويفك الحراسة. طبعا هيجي في بالك دلوقتي وتقول ازاي الساحر ده أو الدجال بيعرف إن كان في كنز هنا ولا لأ، وازاي أساسا بيعرف إن كان مرصود أو عليه حراسة. بيكون معاه ناس بتساعده من العالم السفلي بيعرفوه إذا كان فعلا في حاجة ولا لأ. وبيتقال برضو إن الأماكن اللي بيكون فيها كنوز مرصودة أي حد عايش فيها بيربي أي حيوانات أو أي طيور. الطيور والحيوانات دي بتموت لوحدها من غير أي سبب، حتى الزرع كل ما يجي وقته برضو الزرع بيموت من غير أي أسباب. ومن هنا بقى بيجي دور الساحر أو الدجال عشان ياخد الكنز ده، وعشان الجن اللي بيحرسه يسيبه. وطبعا عشان الجن يفك الحماية لازم يلاقي البديل اللي يرضي ملك الجن ويقدمه قربان. فبيتفق الساحر مع ملك الجن وبيختاروا الشخص اللي هيقدموه قربان، وبعد كده بيقدروا يخدعوا الجن اللي بيحرس الكنز وياخدوا الكنز. وده بقى اللي حصل مع عمر، بطل قصتنا النهاردة. عمر شاب في العشرينات من عمره، بيشتغل في التجارة وعنده حلم بسيط زي أي شاب، إنه يكون مليونير، بس مش بالاجتهاد ولا بالسعي، لا، ده بالحاجات اللي ملهاش أي أساس من الصحة زي السحر المرصود. عمر كان من الناس اللي بتؤمن بالدجل والأعمال السفلية، وصدق إن الفلوس ممكن تيجي من غير تعب. وفي يوم من الأيام سمع عن كنوز مرصودة في بيت مهجور في الصعيد، وفيها آثار فرعونية كتير. طبعا الخبر ده كان كفيل إنه يخلي عقل عمر يطير، فقرر عمر إنه يروح يشوف بنفسه. لما وصل عمر للبيت المهجور لقى إن البيت ده بالظبط زي ما سمعه، مهجور تماما ومحدش عايش فيه. بس الغريب إن كان في ناس راحة جاية كتير على البيت ده، ناس باين عليها التعب والفقر، وفي ناس تانية باين عليها إنها بتبص على البيت بطمع.
وفي ناس تالتة بتدخل وتخرج من البيت ده. عمر كان مستغرب جدا وسأل واحد من الناس اللي راحة جاية على البيت وايه اللي بيحصل هنا وليه البيت ده فيه ناس كتير كده. رد عليه واحد وقال له ده بيت الكنز يا بيه، كل الناس دي جاية عشان تطلع منه كنوز. كمل الراجل كلامه وقال البيت ده فيه كنز كبير قوي يا بيه، بس محدش عارف يطلعه والجن اللي عليه قوي جدا. عمر طبعا اتشد للكلام ده اكتر وقرر انه لازم يعرف تفاصيل اكتر. فضل عمر يسأل الراجل عن تفاصيل الكنز وعن الناس اللي حاولت تطلعه وفشلت. الراجل حكى لعمر حكايات كتير عن ناس حاولت تطلع الكنز ده وماتت، وناس اتجننت وناس اختفت. كل ده كان بيزود إصرار عمر إنه يكشف سر البيت ده ويطلع الكنز. وبعد ما الراجل مشي عمر قرر إنه يدخل البيت بنفسه. دخل عمر البيت وكانت ضلمة والخوف مليين المكان. كل خطوة كان بياخدها عمر كان بيحس إن فيه حاجة بتراقبه. فضل عمر يدور على أي علامة تدل على الكنز بس مفيش أي حاجة. وفجأة سمع صوت همس خفيف جاي من أوضة في آخر البيت. عمر اتحرك ناحية الصوت بخوف وحذر، ولما وصل للأوضة لقى فيها راجل عجوز قاعد على الأرض وشكله تعبان جدا. عمر سأل الراجل ده إيه اللي بتعمله هنا يا حاج؟ رد عليه الراجل العجوز بصوت ضعيف أنا هنا عشان الكنز يا ولدي، حاولت أطلعه سنين كتير بس الجن اللي عليه قوي قوي. عمر سأل الراجل العجوز طب وإيه اللي حصل معاك؟ ليه ما قدرتش تطلعه؟ الراجل العجوز بص في عين عمر بنظرة غريبة وقال الكنز ده له حارس من الجن، ومحدش يقدر يقرب منه إلا لما يقدم قربان. كمل الراجل العجوز كلامه وهو بيحكي لعمر بصوت مليان تعب. أنا يا ابني قضيت سنين عمري كلها بحاول أطلع الكنز ده، كنت فاكر إن هعرف أخدع الجن بس في كل مرة كنت بفشل. الجن ده قوي بشكل مش طبيعي ومش بيسيب الكنز بسهولة. عمر سأل الراجل العجوز طب إيه هو القربان وإزاي أقدر أقدمه؟ الراجل العجوز بص لعمر بنظرة تحذير وقال القربان ده يا ابني بيكون روح بني آدم، الجن مش بيقبل غير كده، ولو قدرت تقدم الروح دي الكنز كله هيكون ليك. عمر اتصدم من كلام الراجل العجوز وما كانش مصدق اللي سمعه، إنه لازم يضحي بحد عشان ياخد الفلوس. بس الطمع كان أكبر من أي خوف وعقل عمر بدأ يفكر إزاي ممكن يعمل كده. الراجل العجوز كمل كلامه وقال أنا جربت كل حاجة وما قدرتش أقدم القربان ده، أنا ضعيف ومش قادر، بس أنت شاب وقوي ممكن تقدر، بس لازم تعرف أن الموضوع ده خطر قوي وممكن تدفع حياتك تمن ليه. عمر طبعا ما كانش بيسمع كلام الراجل العجوز كويس، كل اللي كان بيفكر فيه هو الكنز والفلوس اللي هيجيبها. فضل عمر يسأل الراجل العجوز عن تفاصيل أكتر عن القربان وإزاي يقدر يوصل للجن أصلا عشان يقدمه. الراجل العجوز كان تعبان جدا ومقدرش يكمل كلام، بس وضح لعمر إن في دجال كبير في البلد هو اللي يقدر يساعده في موضوع القربان ده، وإن الدجال ده الوحيد اللي عارف إزاي يتعامل مع الجن ده بالذات. ودل عمر على مكان الدجال بالظبط. عمر طبعا بعد ما عرف كل التفاصيل ما كانش فيه حاجة توقفه وراح لعنده بسرعة ووصل لبيت الدجال. كان بيت شكله غريب ومخيف ومفيش أي حد كان بيقرب منه. عمر خبط على الباب وفتح له الدجال بنفسه، كان راجل كبير قوي في السن وعينيه ليها لمعة غريبة. الدجال استقبل عمر ودخله في البيت وقعد عمر يحكي له كل اللي سمعه عن الكنز وعن الراجل العجوز وإنه عايز يطلعه بأي طريقة. الدجال سمع عمر لحد الآخر وبعد كده بص لعمر بابتسامة مخيفة وقال له الكنز ده مش أي حد يقدر يطلعه، ده ليه حارس وحارس قوي جدا وما بيقبلش غير قربان غالي. عمر سأل الدجال وقال له ايه هو القربان ده يا شيخ؟ انا مستعد اقدم اي حاجة عشان الكنز ده. الدجال قرب من عمر وهمس في ودنه وقال له القربان ده لازم يكون روح بريئة، طفل صغير لسه ما يعرفش حاجة عن الدنيا. لو جبت طفل زي ده الكنز هيكون بين ايديك. عمر اتصدم للمرة التانية، بس الطمع كان عميق خالص وكان شايف ان الكنز اللي قدامه ده وكل الفلوس اللي ممكن يحققها. فضل يفكر في كلام الدجال وفي نفس الوقت كان بيحاول يقنع نفسه ان ده الطريق الوحيد للثراء. عمر خرج من عند الدجال وعقله مشوش تماما، وفكرة التضحية بطفل بريء كانت بتطرده، بس في نفس الوقت حلم الثراء السريع كان مغري جدا.
فضل أيام يفكر، ينام ويصحى على نفس الفكرة، لحد ما الطمع سيطر عليه تماما، وقرر إنه خلاص ينفذ اللي قاله الدجال. بدأ عمر يدور على الضحية، وكان كل ما يشوف طفل صغير يحس بخوف وتردد، بس كان بيتغلب عليه طمعه. وفي يوم من الأيام كان عمر ماشي في منطقة شعبية وشاف بنت صغيرة بتلعب لوحدها في الشارع. كانت طفلة بريئة وجميلة، وعمر حس إن هي دي الفرصة. قرب عمر من البنت الصغيرة وعمل نفسه بيسألها عن حاجة. البنت ردت عليه بكل براءة، وعمر قدر يكسب ثقتها بسهولة، وعرض عليها إنه ياخدها يجيب لها ألعاب وحلويات، والبنت من فرحتها وافقت. أخد عمر البنت وراح بيها لبيت الدجال. ضربات قلبه كانت سريعة من الخوف والندم، بس كان بيحاول يجمد قلبه ويقنع نفسه إنه بيعمل كده عشان مستقبله. لما وصلوا لبيت الدجال كانت الأجواء مرعبة جدا، شموع منورة في كل مكان وريحة بخور غريبة مالية الجو. الدجال استقبلهم بابتسامة شيطانية، وبص للبنت الصغيرة بنظرة مفترسة. أما عمر كان بيحاول ما يبصش في وش البنت وما يسمعش صوتها عشان ما يترددش في آخر لحظة. الدجال بدأ يتمتم بكلام مش مفهوم، وبيتحرك حوالين البنت الصغيرة وعمال يعمل طلاسم وحركات غريبة. عمر كان واقف مصدوم بيشوف المنظر ده ومش قادر يعمل أي حاجة، والندم بدأ يدخل في قلبه، وحس إنه عمل أكبر غلطة في حياته. البنت الصغيرة بدأت تصرخ وتعيط، وكانت خايفة ومش فاهمة إيه اللي بيحصل، وصوت صراخها كان بيقطع في قلب عمر، وحس إن ضميره بيصحى فجأة. حاول يمد إيده عشان يوقف الدجال، بس الدجال زقه بعيد بقوة غريبة، قوة مش طبيعية. الدجال كمل طقوسه، والبنت الصغيرة كانت بتترعش من الخوف. أما عمر ما كانش قادر يستحمل أكتر من كده، وحس إن روحه بتطلع منه. وفي اللحظة دي سمع صوت قوي جدا في البيت زي صوت رعد، والأنوار كلها طفت فجأة. الدجال اتخض وبص حواليه بخوف. أما عمر كان واقف في الضلمة مش شايف أي حاجة، بس سمع صوت صراخ الدجال وصوت حاجات بتتكسر، وبعد كده كل حاجة بقت هادية تماما. عمر فضل واقف في الضلمة مش فاهم ايه اللي حصل. لما النور رجع تاني عمر فضل واقف في الضلمة مش فاهم ايه اللي حصل ده، بس لما النور رجع تاني عمر بص حواليه لقى الدجال واقع في الأرض وشكله مرعب جدا، كأنه تعرض لهجوم عنيف، والبنت الصغيرة كانت مختفية. عمر كان مرعوب ومش فاهم أي حاجة، حاول يهز الدجال عشان يفوقه بس مفيش أي فايدة. حس إن في حاجة غلط. فجأة سمع صوت جاي من ورا ظهره، صوت قوي ومخيف، فلف عمر بسرعة عشان يشوف ايه ده. لقى نفسه قدام كيان ضخم ومظلم، عينيه كانت بتنور في الضلمة بلون أحمر. عمر حس إن رجليه مش قادرة تشيله، ده كان الجن اللي بيحرس الكنز. الجن بص لعمر بنظرة غضب وقال بصوت مرعب: انت فاكر انك تقدر تخدعني؟ أنا هنا من آلاف السنين، محدش يقدر يقرب من الكنز ده. الجن بدأ يقرب من عمر ببطء، وعمر كان بيحاول يرجع لورا بس مفيش مفر. في اللحظة دي عمر افتكر كلام الراجل العجوز إن الجن مش بيسيب الكنز إلا لما يلاقي البديل، بس عمر ما كانش يعرف إن الجن ده كان مستني الفرصة دي بالذات. الجن قال لعمر بصوت قوي: انت جيت لحد عندي برجليك، وعشان كده انت هتكون القربان. حاول عمر يصرخ بس مفيش صوت طالع منه. الجن مد ايده ناحية عمر، وعمر حس ان في قوة غريبة بتسحبه ناحية الجن. جسم عمر بدأ يتراش، وحس ان روحه بتتسحب منه ببطء، والجن كان بيبتسم ابتسامة شيطانية. وعمر كان شايف ان كل احلامه بتنهار قدام عينيه. كل اللي كان بيفكر فيه دلوقتي هو الندم على طمعه وجشعه اللي وصله لكده. في النهاية عمر اختفى تماما ومبقاش ليه اي اثر. الجن رجع لمكانه تاني عشان يكمل حراسة الكنز، وكأن مفيش أي حاجة حصل. البيت المهجور رجع زي ما كان، ضلمة وهدوء، ومفيش أي حد هيعرف إيه اللي حصل بالظبط. ودي كانت نهاية قصة عمر اللي طمع وجشع وصلوه لطريق ملوش رجوع. قصة بتوضح إن مش كل اللي بيلمع دهب، وإن في حاجات أغلى من أي فلوس زي حياة الإنسان وروحه. ومهما كان الحلم كبير ما ينفعش إنه يجي على حساب غيره. ودي كانت نهاية قصتنا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وتستنونا في القصص الجاية، وسلام.